ده من ساعه السوبر الافريقي اللي كولر اداه لكم هديه على طبق من ذهب وكان رزقكم، وبقى قابلنا اما الزمالك ياخد بطوله. وانا بقولها لك، الكفيل مش هيرحمك. الكفيل لما يضيع منه الدوري ان شاء الله وناخده احنا وهيخسر قدام صن داونز، وانا ما زلت متحفز على الكلام ده، مش هيلاقي غير الغلبان يديله على قفاه الكاس. فده اللي هيضحكنا كلنا، وسجل عندك في الفيديو ده عشان نرجع له. اما بقى بالنسبه للرسام وسام، مهما دبل هتفضل يحطوا فيه، لان وسام لسه عنده كتير جدا يقدمه بصرف النظر عن مستواه في بعض الفترات قل. بس انا بقول لك هدف وسام ده ان شاء الله يبقى هدف الدوري، بالاشتراك مع اهداف كتير، جون زي احمد رضا، زي كور كتيره بتاعت ياسر ابراهيم كان مطلعها، كانت ممكن تخش فينا وتعطل المركب. بس انا بقول لك النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله، الكره اللي جابها وسام ما يجيبهاش الا مهاجم عالمي، والاسيست ولا اروع من ياسر ابراهيم اللي هو اصلا راجل مساك ملهوش دور في خط ال 18، بس هو قال لك انا مغامره بمغامره وعمل اسيست ما يعملوش احسن وينج او احسن مهاجم او احسن خط وسط. بجد كل لعيبه الاهلي لازم يشيب بيها. بس انا بقول لك الرسام وسام خلص الكلام، سام الرسام اضرب في وشه مفيش مكان، احنا ملوك ال90.